يسعد اوقاتكم. نشرة اخباريه جديده منطلقه عبر شاشه ارابيكا وحاملين معنا الكثير من الاخبار من لبنان، بلاد العربيه وبلاد الاغتراب. بدايه بدي ازف لكم الخبر السعيد اللي اسعدنا واكيد بيسعدكم، لانه بفضلكم نحن مستمرين وحصلنا على المراتب الاولى من خلال الاستفتاء اللي اجراه موقع خبر عاجل خلال 45 يوم، وحصلت شاشه ارابيكا المرتبه الاولى كافضل شاشه عربيه للكليبات. خلينا نبدأ أخبارنا لليلة ونروح لوسط المدينة بيروت، والحدث اللي صار بوسط المدينة بيروت افتتاح كافالي كافيه. افتتاح كافالي كافيه كان فيه حشد فني وإعلامي كتير كبير، وكان بحضور الافتتاح أكيد روبرتو كافالي والنجمتين هيفاء وهبي ونانسي عجرم، اللي كل حدا منهم خبرنا عن جديده من أغنيات كليبات وألبومات وحفلات مقبلة. كيف الأجواء بهالافتتاح بكافالي كافيه؟ منتابعه سوا. Mr. Roberto Cavalli, bonsoir. Ciao, come va-tu? How are you? I'm fine, fantastic to be here. Oh my God. What do you say about your visit to Lebanon and tonight? You know, I came specially for that, and it's very important for me because it's the first cafe. It's something that the people, you can see the love that the people has about me, about my fashion. That is beautiful. I love it. I love to be here. What do you say about a beautiful Lebanese woman like Haifa? Oh my God, Haifa, she's adorable. Where's Haifa tonight? She's coming. She's not just beautiful, you know, she's wonderful. Do you understand? The Lebanese girl. Okay, I would like to say to the older girl that I know, I'm here tonight. I remember yesterday I sent it through Facebook to a few friends from Lebanon. Say, I will be here tomorrow. Maybe I will see them here. نجمتنا هيفاء وهبي، خبرينا عن كافالي اللي افتتحوه بلبنان، ونحن بنعرف قديش انت بدبي من دائما موجوده بحفلات كافالي، وكافالي شيء مهم كثير، وانت بالنسبه لي مهم كثير. طبعا شغله حلوه انه دائما اهم براندز بالعالم يفتحوا بلبنان، وان شاء الله على طول هيك دائما لبنان بيوحي بسلام، يعني ما بدنا شيء يخوفنا من الوضع. اكيد شفنا جوا موجوده انت صورتك الوحيده كفنانه عربيه عالميه بين كل الفنانات العالميات، قد ايه هذا الشيء بيعني لك محبه من كافالي لإلك؟ اكيد انبسطت وتفاجأت، وهي بادره حلوه منه، انا بحبه كثير يعني على صعيد شخصي وعلى صعيد شغل، يعني فساتينه كثير حلوين. اكيد خليني اقول فينتج من عنده. اكيد هيفاء، بدنا لك الف مبروك النجاح المبهر الساحق اللي صار بالعاصمه بيروت انت وعاصي حلاني، والشو الرائع اللي قدمتيه، قد ايه سعيده بهيدا النجاح، ومبلش السنه بهيدا الشو وعم بتقولي لنا انتظروا هيفاء بال 2013. هلا ايه هيئتها سنه حلوه كثير، وان شاء الله يا رب، بس مبلشتها حلو كثير وفي مشاريع كثير حلوه ومتفائله كثير، وبعرف انه رح تكون سنتي. يا رب يا رب مثل كل السنوات. وعارفين بعد يومين عندك شيء بدبي، شو عنا؟ كثير اشياء عندي، مش بعد يومين لا، بس عندي تصوير بابو ظبي الفيديو مع انجي، وفي كثير اشياء ثانيه خلينا نحكي عنها بوقتها. اكيد كل اللي بحبوك اكيد بدهم يسمعوا كلمه حلوه منك، ومعجبينك بكل العالم، شو بتقولي لهم بالعام الجديد؟ بقول لهم ان شاء الله يكون سنه حلوه علينا جميعا، ان شاء الله ما بيشوفوا شر ابدا، وان شاء الله ما بنشوف غير هيك عجقة ناس وبسط، لانه نحن بنعطي امل للناس، وان شاء الله دائما نكون هيك، هيدا الامل الحلو يعني.
اكيد. نعم. هيفا بدي لك مبروك الصلحه، انت وبسام فتوح رجعنا شفناك ورجعت المياه الى مجاريها. ما في صلحه، ما في تعال هون. ما في خناقه عليكم، في هسا ما صلحه. تخانقنا، ما فهمت عن جد يعني. شفتوني طلعت قلت شيء انا تخانقنا؟ شفتوني صفقته بوكس على عينه وزرقها؟ اكيد. لا انا يعني ما شيء مهم يعني. انا طنبوز وبزعل بسرعه، هو عرف يرضيني مش اكثر، بس نحن اصحاب من 14 سنه، نو واي يعني شيء فرقنا ابدا. هذا اللي خلى العالم استفهم انه بسام وهيفا معقول يا بسام تزعل هيفا؟ لا، ما في شيء، ما في شيء والله، ما في شيء. خلينا مبسوطين وكل شيء حلو، ليك ما احلاها. مثل القمر مثل العالم. عمر بجميلتي وبلا جميلتي. اكيد. ان شاء الله بالتوفيق يا هيفا، ومثل ما شاهدنا كل نجاحاتك نتابعك بال 2013. الف مبروك كل شيء عملتيه. ثانك يو لك، وحلوه منك هي. نعم 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 نعم. انت الرسمي وكذا، بس انه اي كعب علي. هيفا صايبة عين، اسم الله عليك قد ما كل شيء حلو. كعب عالي. هيفا عرفنا انه انت اول فنانه عربيه حتدخلي السوق التركي بمسلسلك قبل يترجم على التركي وينعرض بتركيا، قد ايه بتاكدي هالكلام؟ هيك قالوا لي، شو خصني انا ما باكد شيء. حل عنا عماد، هيك قالوا لي. هلا لينزل المسلسل بعدين من دبلجه ومنترجمه، شو بدك بنعمل فيه؟ ما بننسى شو عملتي بانقره لانه إيه لا اكيد لا. انا الجمهور التركي غالي كثير، لانه كمان استقبلوني احلى استقبال وعرضوا علي شيء كثير كثير حلو، وان شاء الله دائما بيكون عندي شغل بتركيا. عندي فانز كثير بتركيا، هي شغله ما كنت بعرفها، تفاجأت فيها. نعم بالتوفيق يا هيفا، وشكرا. نعم نعم. قد ما مبسوط فيكي. ميرسي ميرسي. بدك تبقى فيك، بدك تمشي فيك، هلأ ما بيعني لي أمرك ولا بتأثر فيك. بدك تبقى فيك، بدك تمشي فيك، هلأ ما بيعني لي أمرك ولا بتأثر فيك. تبقى أو بتفل ما بيتغير. بدنا نقول عبر أرابيكا أهلا وسهلا بالنجمة نانسي عجرم، كل عام وأنت بألف خير. بوناني، ميرسي عماد، لك ولكل الناس. خبرينا كيف استقبلتي العام الجديد؟ شو تمنيتي؟ تمنيت أول شيء السلام أكيد بلبنان وبالعالم العربي، والصحة. نعم نانسي، أكيد بال 2012 كمان سجلتي نجاحات كثير كبيرة مثل كل سنواتك الماضية، وختمتيها بألبوم للأطفال عم بيحقق مراتب أولى وبكليب رائع جدا. قد ايه سعيدة كيف ختمتي السنة بنجاح أيضا؟ أكيد كل سنة بتبلش وبتختم بنجاح، وكمان بيكون فيها بنصها نجاح. حلو. نانسي، قد ايه متفائلة انه لبنان بداية مبلشين بمشروع سياحي مهم مثل كافالي كافيه؟ أنا هيدا يلي جاية أعمله صراحة بوجودي هون، ونحن كفنانين عرب ولبنانية من واجباتنا إنه ندعم الايفنتس، البيج ايفنتس اللي عم بيصيروا عنا حتى نفرجي إنه لبنان بألف خير. نعم، أنت من النجمات اللي بيحبوا موضة وأزياء كافالي؟ نعم. أولى طليتك أو أولى المشاريع الفنية بدك تقدميها بهالعام، المطلع العام شو محضرتي لنا؟ ألبوم جديد. نعم. أكيد. فإذا منك معايدة لكل مشاهدي أرابيكا إذا بتريدي. أكيد بدي أعيدهم من كل قلبي، وإن شاء الله السنة الجديدة تكون خير وسلام على لبنان وعلى العالم العربي كله. خلينا نرحب ونقول أهلا وسهلا وشكرا لهالمبادرة الحلوة اللي قدمتها لبيروت بمطلع هيدا العام. تسلم، الله يخليك الله يخليك. خبرنا كيف اجت الفكرة انه يكون في عنا كافالي كافيه بلبنان؟ هي الفكرة اجت هي لحالها انه يكون اول كافيه كافالي بلبنان، يلي بيكون اول واحد بالعالم. نحن عنا بروجرام ل 40 كافيه من هلا ل3 سنين، وهيدا اول واحد منهم بلبنان. بعدين راح تشوف بشنغهاي، بباريس، بلندن، بكل العالم، بس افتخرنا انه يكون اول واحد بلبنان، واللي هو جاد لحود اللي سبونسر تبعوله.
يعني اعطيتنا اجابه، الكل عم بيسال ليه ما عندنا كافالي كلاب، فاذا نحن تميزنا انه هي اول كافيه بالعالم بتكون لكافالي. اكيد لانه نحن لبنانيه، ونحن اخذنا كافالي بالعالم، وبشرفنا انه يكون اول كافالي كافيه بالعالم هو بلبنان. هي بترتك صداقه بكافالي؟ نعم، في صداقه انت وياه؟ هيدا حبيب قلبي. جاد خبرنا عن المهمات اللي عم تستلمها بالكافيه هون. مهمات هلا عم نفتح كافالي كافيه هون، ومثل ما عم بيحكي جو هلا قريبا بدنا نفتح بشنغهاي، وفي بلان انه نفتح 30 40 كافيه اول اراوند ذا وورلد. في عندنا فيغاس، في موسكو، في سنغافور، في ماكاو، يلا كله ان شاء الله قريبا فاتحين وين ما كان. حبينا نبلش بلبنان ومنطلقين من هون. جاد غير اسمها كافالي شو بتتميز؟ شو المميز عنكم حيكون؟ الكونسيبت هو ايطاليان ريستورنت. بنفتح من 8 الصبح للوحدة بالليل، عندنا بريكفاست، في عندنا ساندي برانش نهار الاحد، شامبين برانش، في لانش، افترنون تي، من بعدها كوكتيلز، عشيه عندنا عشاء، وفي لاونج من بعد العشاء، بنضل فاتحين للوحدة 2 الصبح. هيدا ميلي الكونسبت، بضلها فاتحين. حيصير فيها ايفنتات انترناسيونال مثل ما بيصير؟ اكيد دائما في عندنا سيلبرتيز رح يجوا لهون، روبرتو كافالي اكيد من وقت لوقت رح يضل يطل، في دائما مودلز من وقت لوقت رح يكون عندنا فاشن شوز نعملهم برا هون مثل ما شايف على الدرات، ودائما اكيد رح يكون في ايفنتس وقصص. جاد حكيتوا عن سلسله كافالي كافيه، حيكون كمان في كافالي كلاب بلبنان ام لا؟ كافالي كلوب ان شاء الله قريبا، هلا ناطرين، هلا بلشنا بالكافيه، ان شاء الله قريبا رح نكون طالعين بالكلوب، من هلا لسنه الجاي اكيد بيكون في كلوب. واذا بقيت الايام منيحه هيدا عم نفكر نفتح كافالي بوتيك اوتيل كمان، ان شاء الله بيكون قريبا كمان من هون. بقى في كثير بلانز لبيروت، ان شاء الله يكون الوضع منيح بلبنان ونحن فاتحين يعني طالعين. طيب بقلب الكافيه في مقتنيات خاصه بكافالي في ممكن يشتريها اللي بيحضر لعندكم؟ في عندنا نحن عندنا تشوكلت ديسبلايز، في واحد يجي شوكلت، بنعمل شوكلت باكجز، هيدا عندنا تشوكلت ميلي، هدول هن مارشندايزنج وقصص هيك، لا ما في هيدا غير شيء. شو لابس اليوم؟ مش كافالي. دولشي اند جابانا. Body, body, body. Ajá. Histórico. مساء الخير، اهلا وسهلا بالنجم ايمن زبيب، كل عام وانت بالف خير. انت بالف خير يا عماد، انا سعيد جدا نشوفكم ان شاء الله. دائما كل يوم بلبنان بيكون في افتتاح شيء رائع ان شاء الله. خلينا نبدا من الليله الرائعه اللي قدمتها ليله راس السنه والاجواء الحلوه اللي عشناها مع اللبنانيين والاخوان العرب. خبرنا كيف استقبلت العام الجديد. يعني مثل ما تعودنا كل سنه، هيدا لبنان بضيوفه، بالناس اللي بيحبونا والناس اللي بيحبوا لبنان بالاول، ضيوفنا من الدول العربيه وجمهوري اللي بحبه كثير عم بيكون موجود كل سنه يتابعني وعم دخلهم سعاده لقلوبهم. انا هذا شرف لإلي، وبدي اتمنى لهم سنه حلوه، وبتمنى لهم صحتهم ضل بالف خير يا رب. قد ايه حلوه عندنا اليوم كافالي كافيه. بدي اقول جو ثابت الف مبروك على النشاط الرائع اللي عمله بلبنان والوطن العربي، ولكل المساهمين بنجاح هالعمل. حلو، لوكيشن بعقد، بتمنى لبنان كله يكون هيك، وان شاء الله هو هيك وحيبقى هيك. انت من محبي ماركة كافالي وبتلبس من ازيائه؟ هيك ومش هيك صراحه. يعني خبرنا شو هلا النشاطات اللي حتقوم فيها مع مطلع هيدا العام؟ حسلم البومي من هلا لشهر لشركه روتانا، حينعرض كليب اشوفك بخير بخلال 3 ايام. بدي اعتذر صوتي كثير تعبان بعد من راس السنه. وعندك حفل بقطر على ما اظن؟ اكيد بشهر 2 بنسبة عيد الحب، انا والفنان اللي بحبه كثير عاصر حلاني. بيرجع عندي امريكا بشهر 3 ان شاء الله. بالتوفيق. حددتوا موعد اصدار البومك؟ اول 2 او اول يعني بشهر 2 اذا الله راد. يلا هالمره يلا الف مبروك، ان شاء الله تشوف وجه الخير عليه. شو لابس اليوم؟ ليه اخترت هالبدله؟ يمكن الدوجي جامانا كثير
قريبه لجسمي اكثر. افتتاح كافالي بلبنان هو علامة كتير مهمة بتدعم وبتشجع يمكن مش بس الشعب اللبناني، بتشجع المنطقة ككل وبتستقطب السواح العرب والأجانب على لبنان. قد ايه بتستسبق ازياء كافالي لانابيلا؟ اكيد انا من المعجبين بذوق كافالي بالتياب، كان رجالي او نسائي، وانا كمان وكثير بختار لها اشياء من كافالي. مبسوطين اولا كمار كبراند بنحبها كثير، غير انه براند معروف بكل انحاء العالم، اوروبا والعالم العربي ايضا. عنده ميزه خاصه كافالي بازيائه بخياطته بالفينيساج تبعه. المرأة الكافالي بتبين انها عن جد كافالي من بعيد، فمشان هيك نحن سعيدين، وخصوصا انه هيدا الشيء نقطة ايجابية ببيروت عم بتصير الليلة، عم بيأكد اكثر واكثر انه رح تكون سنة خير. ان شاء الله كافالي بلبنان ما عندنا شيء. ايه نحن بنتمنى له التوفيق، وان شاء الله يا رب تكون خطوة كتير مهمة لكافالي ولبيروت وللبنان وللعالم العربي. اكيد. كيف كانت سنة 2012 عليك؟ كانت كتير منيحة بالرغم من المآسي اللي عم تمر فيها المنطقة العربية. لا كتر خير الله، كانت كتير منيحة، كان على الصعيد المهني أو على الصعيد العائلي. بشكر ربي على كل شيء. أنابيلا كيف كانت 2012 عليك شخصيا وفنيا؟ 2012 انت من الاشخاص اللي بيعرفوا قد ايه كانت حلوه وقد ايه كانت ايجابيه، ودائما الله معنا، كتر خير الله. يلا خبرينا عن انطلاق الموسم الجديد من عرب ايدول. هلا بلشنا بالراوند 2 لكل المشتركين، صارت التصفيات النصف النهائيه قبل ما نطلع باللايف، يعني بالكاستنج اللي قبل الاخير. فكنا مع الشباب والصبايا، في اصوات رائعه، في اصوات رح تدهش الملايين، اصوات جديده، والمشتركين صار في عنا جنسيات جديد هالسنه، واكيد بتعرفوا انه اضافه النجمه نانسي عشم على اللجنه. اكيد الله يوفق، واكيد متابعينكم. لابسه كافالي اليوم؟ لا ماني لابسه كافالي وعلي الكعب، بس الكعب كافالي. مين ملابسك اليوم؟ فستاني هو بريفي، والساك نادر سعد. اكيد شهير. بما انه حكيت على الساك، البرودوي امتين ان شاء الله؟ اكيد البرودوي بلشوا دكتور نادر سعد بسويتزرلاند من الكافيار والذهب والخلايا الجذعيه، بلش يشهد النور. نالله راد بلشنا نعمل الديلز لحتى يكونوا موجودين بالاسواق قريبا. نالله راد كان بالبلدان العربيه بلندن وبباريس اول ستيب. والله عشان اكون صريحه معاك، احتفال اكيد جميل وحدث مش غريب على بيروت. بيروت دايما بتضم الجمال في اي مجال كان. الحقيقه انا هنا جايه اجامل صحابي ليليان وبس كده، ولسه ما دخلتش، انت شقطتني على طول على الباب، سيبني ادخل واطلع اقول لك حاجه. انت وحشاني خالص. ميرسي يا حبيبي، وانت كمان يا عماد. بفهم منك انت مش من محبي تصاميم كافالي؟ لا، من محبي الحاجه اللي بتعجبني. بص هفضل بقى كلام اعلام وكلهم اسماء يعني سينيه، وكلهم اسماء حلوه، وانت بتنتقي الحاجه اللي بتليق عليك. فاكيد لو ما كنتش من محبينه ما كنتش موجوده النهارده في كافالي كافيه. من محبينه، ولا يمكن فينا نقول انت شوي ذوقك هادي مش صارخ. بالظبط، انت عارف انا ذوقي عواجيزي. ذوقك رايق مثلك. رايق. اللي اخترتي لون البيج اليوم؟ لون حباه، انا بيج بني اسود. الالوان الفاقعه ما بلبسهاش غير قليل قوي. في حياتي العاديه بقى بتلاقيني بالثلاث الوان دي، ابيض بيج اسود او بني. وفاء، بدك معايده بما انه احنا بعدنا بالاسبوع الاول من العالم الجديد للمشاهدين اللي عم بيشوفوك. ارابيكا، كل سنه وارابيكا والقائمين على ارابيكا ومشاهدين ارابيكا بالف خير. أكيد حدث كثير مهم للبنانية، هيك بيعطيهم شوية معنويات، ومهم كمان إنه هيك العالم بعد عندها ثقة وعبالها تنبسط وبقى عبالها تكون بمطرح حلو. اللبناني ما بيموت. هذه هي. ايفنت كثير حلو، عالمي إذا فينا نقول، وهذا دليل على إنه
الحركة بلبنان السياحية والاحتفالية إذا بدك بلبنان مستمرة، وبيروت بتجنن. هذا برهان انه مستر كافالي جاي بحد ذاته لحتى يحتفل معنا الليله بافتتاح الكافالي كافيه. الدنيا بألف خير بعدها ان شاء الله. انت من محبي ازياء كافالي؟ يس، كثير بحب ازيائه، بحترمه كثير جدا كفنان وكمصمم عالمي، انه مين ما بيحب كافالي. كافالي انا كثير فان له، وعملت معه انترفيوز كثير مره بالمغرب، بعقد. وطبعا اليوم حنكون كثير سعداء بنشوفه مره ثانيه هنا ببيروت. وطبعا انا حتردد كثير لهذا الكافيه بتاع كافالي لانه كثير بيعقد يعني عن جد. هو من المصممين الاقرب لك، بتحب كثير ازيائه؟ روبرتو كافالي انا عندي هلا امس كنت لابس روبرتو كافالي في ايفنت هلا ببيروت، وكثير بحب وعمل لي سمبوستر بالمغرب يعني. اول شيء روبرتو كافالي فعلا عنده ازياء مميزه، انا بقول دائما انه بتبرز انوثه المراه بطريقه كلاسيكيه كثير، وبطريقه جدا كلاسي، اذا بدنا نقول كلاسيكيه وكلاسي. كثير سعيده انه فتح اليوم الكافيه روبرتو كافالي ببيروت. نحن بحاجه فعلا لهيك كافيات، لهيك اجواء كلها موضه وكلها رقي اذا بدنا نقول. فيعني مثل ما شايف الاجواء كثير وكل العالم مبسوطه، مش انا بس. مين ملابسك اليوم؟ أنا ملبسة حالي، هيدا من داني روز، اتس ان ايطاليان براند، أنا كثير بعشق الماركات الإيطالية، وهيدي ماركة بحبوها عرضات الأزياء كثير بإيطاليا، فحبيت اليوم إني يكون هيك شوي سمبل على أوريجينال إذا بدك. كتير مبسوطة، وهيدا الشيء لازم دايما يكون موجود ببيروت يلي هي عاصمة الضوء وعاصمة الثقافة وعاصمة السياحة. يعني لازم كل هالنشاطات يلي عم بتصير ما تصير إلا ببيروت. حلو. قديش عندك، بعرف قد عندك علاقة بالأزياء، ولكن إذا نحكي عن كافالي نفسه شو بتقولي أزياءه؟ أنا كتير بحب أزيائه لأنه بحس إنه بيعطي المرأة هيك السكسي، الأنوثة عند المرأة، فأنا كتير بعشقه. حتى اللونيتات تبعوله يعني بحب كتير أزيائه. مين ملابسك اليوم؟ اليوم نيكولا جبران. بحب روبرتو كافالي بس مش قد نيكولا جبران. يعني عماد بتشوف إنه عن جد هذا بدل إنه لبنان بعده بلد الإيفنتات، بعده بلد الجمال، الفاشن. كتير حلو اليوم عم نشوف هذا الكافيه، وإن شاء الله قريبا بنشوف محلات تانية جديدة عم تفتح بلبنان. نعم، خبرينا عن الأزياء، عن كافالي بالتحديد. يعني كافالي ما بده مين يحكي عنه، معروف، عنده لينيا سبيسيال لإله، وكتير بتعرف المرأة اللبنانية بهمها هذا الموضوع، بقى أكيد حيكون وقعوا هذا المحل كتير منيح على لبنان. أول شيء في شغلة على طول برددها إنه بيروت هي عاصمة الموضة، وبالنسبة لروبرتو كافالي صحيح هلا فتح بغير بلدان وهيك، إذا ما فتح بلبنان هو بحس حاله أوت، من هيك اتس ماست هاف يفتح بلبنان. واكيد حدث كثير مهم، يعني بنفرجي للعالم كلياته صحيح قد ايه عم بيصير اشياء بلبنان وحوالين لبنان وهيك، بس بيروت بتضلها هي العاصمه، وكل الديزاينرز بهمهم يكونوا موجودين بلبنان، لانه اللبناني وكل اللي بيجوا على لبنان بحبوا الموضه، بحبوا اللبنانيين. انت من محبي ازيائه؟ أنا بحب أكيد تصاميمه، هلا مش ستايلي أنا، بس أكيد هلا بنعد روبرتو كافالي من إحدى المصممين الرائدين بعالم الموضة، وعنده ستايله الخاص فيه جريء كمان يعتبر، يعني لكل ست بتحب تكون فيري سكسي ومختلفة أكيد روبرتو كافالي. كافيه كتير حلو مثل ما شفت، وهيك العجقة بيروت تستاهل كل شيء حلو، يعني خلق هالشيء للبنان لبيروت تحديدا. قد ايه بتعطي اهتمام للموضه وقد ايه بتعجبك ازياء كافالي؟ يعني انا اهتمامي بالموضه مثل ما بتعرف كانه عندنا محلات وعندنا جاست كافالي بالمحلات، يعني اللاين تبعه لاين من اللاينات اللي عنده اياها موجوده بمحلاتنا، وانا شخصيا لإله بحبه، غير انه كل شيء بيعمله بلي واو، وكل شيء يعني بيسبق الموضه بنظري.
يعني عن جد هيدا شرف كبير لنا انه صار عنا كافالي بلبنان، عم نوصل لمحل انه عم نقدر نلحق دول اوروبيه بهيدا الشيء، صار عنا برستيج، صار عنا اسم كثير حلو ولامع. قد ايه بتحبي تصاميمه وبتلبسي كافالي ولا؟ اكيد طبعا، من اجمل التصاميم يلي معقول مرة تلبسها هي كافالي. جو كافالي. مين اهتم بطلتك اليوم؟ صراحة فيرساتشي، كله يعني دولتشي شوي، بس سوري ماني لابسة كافالي اليوم. قد ايه بتحب كافالي وبتحب تلبس ملابسه وتلبسهم زوجتك؟ هلا هي ترد على السؤال. هيك اكيد ما في مره ما بتحب كافالي، اهم شيء انه بيروت ضلها مثل ما هي ومثل ما شايف، هيدا احلى شغله. قد ايه حلو صار عندنا كافالي كافيه وبدنا كافالي كلاب معي. هوبفلي قريبا اكيد. ميشيل خبرنا شو جديدك هلا بهالعام وشو خططت تعمل؟ هلا عم نشتغل على الشو تبع كارول سماحه، هيدا التقل كله عليه. رايحين على امريكا اخر الشهر نحضر شوات لاس فيغاس، نعملنا جزوره صغيره وهلا هيدا هو التقل اكثر شيء. طبعا هيدا حدث كثير مهم بالنسبه لبيروت، وتعودت انه تكون بلد الجمال، وافتتاح كافالي كافيه هيدا دليل عافيه ودليل انه بيروت هي مركز تقل للموضه وللازياء وللجمال ولكل تصاميم العالم الكبيره. اللي بيلبس كافالي اكيد بيكون حدا مزوق، وفي ازياء كثير بتناسب كل الناس.